ازيكم يا اصدقائي؟ بما ان ميعاد تنزيل الفيديو الاسبوعي بتاعنا جه وانا لسه شغال على فيديو تاني لاوبنهايمر، وده فيديو غير اللي نزل الاسبوع اللي فات. والحقيقه اصلا الفيديو بتاع النهارده ده عاملينه بسبب الفيديو اللي فات، وده عشان انا كنت مستخدم فيه لايت ليك وفلاش ترانزيشنز، وجاي النهارده اديكم الباكج اللي انا استخدمت منها هديه. فهتروح تنزل الباكج وهتلاقي اللينك بتاعها في الديسكريبشن بوكس تحت، وتيجي ورايا على البرنامج نشوف بنعملها ازاي. يلا بينا. بعد ما فتحنا البرنامج بتاعنا وجبنا البروجكت اللي احنا كنا شغالين عليه، كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنيجي في الفاصلة ما بين الكليب والكليب ونكبر المساحة كده، ونكون واقفين في النص بالظبط كده. وبعد كده نروح للفولدر اللي احنا منزلين فيه ترانزيشنز، نختار اي واحدة من الترانزيشنات اللي قدامنا. مثلا انا هختار رقم 1، نشدها ونحطها في البرنامج. هنيجي ونحطها فوق اللايرين بالظبط، ونحاول نظبط الحتة دي في السين اللي هيبقى فيه السكرين بتاعتنا لونها ابيض زي كده. وهندوس نحدده كده ونيجي للإفكت كنترول بتاعه، وننزل تحت على البلند مود ونختار سكرين. نبتدي نشغل ونشوف. وزي ما انتوا شفتوا الموضوع سهل، واعتقد مفيش اسهل من كده. والموضوع ده ينطبق على الترانزيشنز اللي احنا منزلينهم كلهم، واللي محتاج يعرف ترانزيشنز من النوع ده بتبقى اسمها ايه، واللي احنا بنجيبها وبنحطها فوق اللايرات بتاعتنا وبنغير البلند مود بتاعها، هي باختصار بيكون اسمها overlay transition. ولحد هنا يكون الفيديو بتاعنا خلص، ونتقابل في الفيديوهات الجاية ان شاء الله. سلام.